هذا الفرق اللي صعدت عندها افضل عناصر. لا اله الا الله. الاستقرار ما يكون الا عندك عنصر صح. اما باقي الفرق الاخرى ايش مشكلتها؟ ما عندها العناصر حتى مدرب يثبت على تشكيل. كل مدرب تشوفه يغير كثير معناها العناصر مستواها متقارب. لكن منتخب الاردن كمنتخب عربي حاليا، خلينا نكمل. لا شرط. المنتخب الاردني من كاس اسيا ونفس التشكيل، لان عناصره على مستوى عالي جدا. الثلاثه اللي بيجيبوا في الشق الهجومي، واحنا عندنا 5 غيابات كمان اليوم يعني. ايوه موسى يعني وديزن وعلوان، نفس الثلاثه على مستوى عالي جدا بالنسبه للاستلام والتسليم وتسجيل الاهداف والتحركات والحلول. بمعنى كيف من الصعب انك تلعب ثلاثه في شق هجومي لحالهم الا اذا كان يمتلكوا حاجه واحده. ايش يمتلكوا؟ اولا تغطيه على الكوره، يقدر يستلم كوره حتى اصحابه يجوه، ويقدر يراوغ، يقدر يسجل، يسوي لك حلول. يعني اذا انت سكرت على واحد يجيك علوان، قام تعمل جول يجيك يزن. يعني في كل مبارياتهم كذا، اي فريق شق دفاعي بيتعب معاهم، يمسك مين ويخلي مين. بمعنى حلول متكامله عند الثلاثه هذول الاطراف. لما انا العب دحين مثلا الاردن 3-4-3، بعض الأحيان مش كل واحد يقدها الا اذا عندي نفس العناصر هذول. عمان مثلا لعبت اليوم 5 مستحيل، لانك ما عندك ثلاثه. اولا عصام وعندك صلاح مش من اللاعبين اللي يقدر يمسك على كورته حتى اللاعبين كده. عبد الرحمن مشيفري نعم عنده القدره يغطي على كورته حتى يحصل مسانده. هذا العب كذا. لكن انا العب 5 وانا ما عندي الادوات يا اخي. بس ابو شاب انت بتحكي صحيح عن الثلاثي اللي في المنتخب الاردني، انت بتحكي صحيح 100%، لكن ما بدنا نغفل انه قوه المنتخب الاردني في المنظومه الدفاعيه. المنظومه الدفاعيه هي اللي بتخلي الثلاثه يتميزوا. زائد احنا صار عندنا كثير تطور في موضوع التحول الهجومي. التحول الهجومي على الاغلب كان في شويه عشوائيه، لكن لا حاليا مش بعشوائيه. فالتحول الهجومي صار مركز بشكل اكبر على اللاعبين الثلاثه اللي بيقطع الطابه، كيف الطابه بتمشي، كيف الزياده العدديه بتصير. فصار تطور كثير في الهجمه المرتده. اول حاجه بارك لك، الله يبارك فيك، الف مبروك، ويستاهل المنتخب الاردن، الله يبارك فيك صراحه. ومتوقعين منه قد رشحوه كثير، يستاهلون النشامه. كاس العالم فعلا صعد في اقوى منه مجموعه قويه جدا وباستحقاق. عنده امكانيات، متاكد انا بنفس التشكيل. اولا لعبنا نهائي كاس اسيا واليوم اثبت نفسه وصعد كاس العالم، واعتقد وتشوفه في كاس العالم بنفس التشكيل والقدرات بيشرف العرب باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن رب العالمين. ان شاء الله نتمنى عدو منتخبات اخرى. مبروك ابو عمر، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك عثمان. كاس العالم اخويا مبروك، الله يبارك فيك ابو شمام. مبروك لك للمنتخب الاردني. عثمان نحن من اسيا عم تصعد اول منتخب عربي يصعد. مبروك عثمان، مبروك كيالي. عثمان السؤال المطروح هو كيف المنتخب الأردني قدر يوصل بهالطريقة بدون دوري قوي، بدون إمكانيات صحيح بدون إمكانيات. هناك في خطة أكيد، في طريقة. سئل واحد من الإخوان الرياضيين في الأردن وقال شو قال؟ ما في خطة. قال احنا خذنا هذا الستايل. قطر والسعودية عندنا عندهم امكانيات لاعب يتمرن بيساووا خطط وعقليات استراتيجية. ما عندك العناصر، ما عندك. يا اخي خليه يكمل بس، خليه يكمل يا اخي. نحن لنا مسوي اذا فريق صعد عربي مسوي خطط، الباقي نايمين. خلينا نسمع عشان اجاوب. خلينا الناس تستفيد يا رواس، خلينا الناس تستفيد. سؤالك غلط. تستفيد من ايش؟ تستفيد منك. خليني اسمع. إذا حين أنت مخلي الناس كلها ما تشتغل، وهذا اشتغلوا عناصر عنده. بدون عناصر اشتغل ما اريد فكره. ابو شاب موسى محترف في فرنسا مدري وين، اغلى لاعب. خلاص سمعناها الكلام الساعه، قلت الحين ردت تعيد. ابو سعيد مش عيده انا اتكلم الريال زين. اذا ما حصلت سؤال سل سؤال يا حبيبي. سؤال واحد من الاخوان في الاردن قال احنا نتمرن ساعتين، احنا مش مثل الدول الثانيه الخليجيه متوفره الامكانيات، لعيبه محترفين ورواتب. انا سمعته بنفسي، انا اغلب لاعب والله العظيم محترفين. قال الرواس محترفين. لا انت اليوم امكانيات تفرق يا اخي. ابو سعيد يا اخوي، انت بتحكي صحيح. ترى الامكانيات الماليه وحتى البنيه التحتيه في الاردن غير جيده، نكون واضحين. لكن امكانيات اللاعبين عندنا عاليه جدا جدا جدا. يعني اي فئه بتروح عليها بتختار اللاعبين وبتمشي وانت بتضحك. يعني عندنا عدد ونوعيه كثير كبيره في الاردن. يعني معظم الشعب الاردني بيلعب كره قدم، وفي مناطق تحديدا فيها لاعبين مميزين. احنا لا بنكلمك لا، مش هاي النقطة الأولى. عناصر النقطة الثانية عندنا عدد محترفين كبير جدا،
وعندنا مشكله في الناحيه التسويقيه، يعني يمكن الكابتن خالد الفضلي عايش في هاي الموضوع. عندنا مشكله في موضوع التسويق، ولا عندنا عدد لاعبين محترفين جيدين، معظم اللاعبين ترى المتواجدين محترفين. اللاعبين المحليين كلهم عايشين خارج الاردن قصدك؟ لا، اللي في الاردن اللي عايشين تحت ضغوط، كلهم عايشين تحت ضغوط ماليه صعبه، وعايشين تحت يعني حاجه، فهو محتاج لكره القدم ومحتاج انه يحترف، فبالتالي بيطلع كل ما يملك، وحتى عشان يساعد الناس الثانيين اللي بيلعبوا في الدوري الاردني. عشان على فكره عبد الرحمن، انا بس زياده وتاكيد على موضوعك، ترى الدوري مش سيء من الدوري الاردني بالضبط، دوري جيد قوي. لا انا اقول لك خالد بالمقارنه بالدوريات الموجوده في المنطقه، انت بتحكي عن جماليه مش عن شكل. تنافسي قوي، حسم في اخر جوله في المباراه، في اخر دقيقه بعد، مش اخر جوله في الدوري. مباريات الكؤوس ايضا شفنا وتابعنا مباريات قويه. اليوم الحسين ما له دخل، لا دوري الحسين، لا كؤوس، لا استراتيجيه، لا كل اللي بتتكلموا ما له دخل. انتم كلامكم كله مش صحيح. لا بعيد عن الواقع. الحسين والوحدات فرق اردنيه في كاس اسيا تاهلت على منافسين بعد. ابو شاب لا دوري لا استراتيجيه. الكلام هذا كله مثاليات وبعيد عن الواقع. احمد الاردن جاء فتره جيل دابي، تسمع جيل دابي، عناصر يعني مكتمله في الحرس المرمى. هذا الجيل الذهبي، هذا الجيل الذهبي. هذا الجيل الذهبي، هذا جيل زي ثاني اسيا جاته فتره يعني من زمان. لا يعني جاهم يا جماعه الخير، الاردن كم سنه بتلعب كوره، هذا الفتره جاهم مكتمل. افضل يعني منتخب بيلعب بروح، لاعبين هجوم، لا حارس المرمى، افضل منتخب عناصر. لا تقول لي الدوري ولا كلهم بيلعبوا، كل العالم بيسوي دوري، كل العالم بتخطط، والكل بيدفع، وكل العالم تعطي فلوس مش زي بعض، حد فلوس اعلى وحد لكن اذا ما عندك العنصر انت احمد توفر. لا ابو شاب الروح موجوده بعدين دقيقه، لكن العنصر توفر عزيزي. طيب شو العنصر مش واحد. إذا يعني ما تتابع كاس اسيا ابو شاب ما تتابع اذا ما تتابع كاس اسيا هذه مشكلتك. الحسين والوحدات من افضل فرق يا اخي ما نتكلم على الدوري يا عزيزي، هو دوري كاس اسيا لا دخل. هذا لا هي ما له دخل. هذا تطبيل وكلام غير. هذا دوري قوي. هذا كلام لاعبين الاردن كلهم بس ودي حكي على العنصر. موسى تعمل طبعا هو جزئيته جدا مهمه العنصر. منطقي 100% اساسي. العراق بس ما يقول كلامنا كله خربطه نشأت. دخلنا كم هو العراق فيه العنصر ولا ما فيه العنصر؟ لا ما في العنصر اللي يخليك تروح بعيد. لا شلون انت في التصفيات تقول العراق احسن فريق؟ لا العراق لازم يتاهل. لا بك انا قلت لك ايش انت احسن فريق. انا قلت لك مو يقول ولا ما يقول؟ عمان ما عنده عناصر؟ عنده. لا مقارنه بالاردن لا اسمع. امبارح حكيت لنا 5 بغير واحد. يا رجل اقول لك انا ابو شاب بعض الاحيان عاطفه عبر طب اسمعني الفني ابنه في استوديو. طب اسمعني ساتر. تعال قلت يا اخي خالد يقول كلامنا كله خربطه. خالد كبير 7-0. قلت لك هذا رايه لو سمحت، هذا رايه. انا ايش قلت له؟ بس ما يحترم راينا خالد، ما يقول كلامنا كله. انا ما كلمتك عن رايك انت. ألف مرة قاطعتني وما خليت رايي اليوم. بدي انا قاطعتك اي راي. انا ما قاطعتني. اذا قاطعتك بسق القلم واحد. سجل لا سجل رقم واحد احمد سجل. انا اتمنى اشوفك تسجل. طيب كل شويه الشق الدفاعي والشق ابو الدفاعي. جاسم معلش اكمل بس لابو سعيد اخر جمله. يعني ميزه اللاعب الاردني على مدار السنوات هاي ابو شمم عاشها في الاردن بيعرفها كويس. احنا لاعبيننا عندهم قلب غير عادي صراحه، عندهم رجوله عاليه جدا جدا جدا. لما بدك اياهم بتلاقيهم. وانا عشان هيك امبارح متاكد على موضوع الرجوله. لا ما ليش ما سعد سماء قاطع الرياض. اصبر ما بقاطع. صح اصبر. لا نحن بنشوف على كلامكم. الدنيا اختلفت. الحظوظ اختلفت. ما عندك عناصر. ما عندك الادوات. ابو شاب عندك حتى الحظوظ حاليا احنا 8 ونص حاليا. اسمع يعني عندنا الحظوظ اختلفت. ابو شاب لو زمان 8 كل المنتخبات في الاردن تاهلت 8 فانت في النهايه عندنا حظوظ محترمه. الفتره هاي عندنا حظوظ محترمه، جيل محترم قدرنا نستغل الظروف ونطلع كاس العالم. يعطيكم العافيه. خلينا نروح حق مباراه سيدنا عبد الله الكعبي بعد مباراه المنتخب الاماراتي والاوزبك. عثمان بغض النظر عن اي شيء المنتخب الاردني فاز ويستحق ومبروك للنشام. واذا لنا كلمه في المنتخب الاردني، اكثر منتخب كان ثابت في مستواه. صح. منتخب كان مقنع، منتخب كان جدير ان يتاهل، منتخب يستحق ان يتاهل ويفرح الشعب الاردني. قدم مستويات شبه ثابته طول فتره التصفيات. وفعلا نقول ألف 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 مبروك للنشامة، ألف مبروك للشعب الأردني، لقيادة الأردن، لكل محب للأردن وكرة الأردن. نقول لكم مبروكين. المنتخب الأردني صبر
او الشعب الاردني بمعنى صح صبر جيل ورا جيل ورا جيل الى ان تحقق لهم المراد وتحقق لهم انهم يتاهلون كثاني مجموعتهم اليوم وبجداره، بل ينافسون حتى منتخب كوريا الجنوبيه كانوا ينافسونهم حتى على الصداره. منتخب الاردني يمتلك لاعبين، يمتلك نجوم، يمتلك لاعبين ذو مهاره جدا عاليه. خالد سلمان هذا المنتخب رغم انه مر في فتره عدم استقرار فني كمدرب، لكن كاستراتيجيه ثابته اللاعبين ما استسلموا الى اللي صار لهم، ولكن قدموا كل ما عندهم. كرة القدم هي عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، صحيح. هو قلب، هو جسد، مهارة، وهو عقل، 3 أشياء استخدموها لاعبين الأردن وفعلا تأهلوا اليوم إلى نهائيات كأس العالم 2026. خلنا نتفق مع الإخوان المحللين في هناك جيل في كرة القدم لما يكون متواجد دائما يحقق لك الإنجازات. هذا الجيل احنا على سبيل المثال من خلينا نتكلم من 2019 إلى 2023 إلى الآن الجيل هذا هو يحقق لنا الإنجازات، اللي هو جيل منتخبنا حقق بطولة آسيا على مرحلتين، جيل نشأة أكرم ويونس محمود حقق آسيا. والأجيال دائما لما يجي جيل فني وجيل هناك عمل عليه بشكل فني بشكل جيد، وجيل يعني يتم احترافه في الدوريات الخارجية سواء كانت القريبة أو البعيدة، أكيد هذا المستوى في هذا الجيل يحقق لك الإنجاز. اليوم المنتخب الأردني إذا تحدثنا عنه اليوم المستوى الفني على جميع الخطوط بشكل جيد. لو لاحظت حتى مجموعة لعيبته دائما يعني تدويرها موجود على الدول القريبة أو البعيدة. عندك مثل موسى التعمري الآن متواجد في الدوري الفرنسي من متى يعني طول الفترة. خليني أكلمك أنا عن قصة موسى التعمري. بعد كأس آسيا أنا عندي عرض له وأنا متكلم وياه شخصيا 4 أضعاف المرتب اللي ياخذه في فرنسا. قال أنا أبي أظل موجود في أوروبا. 4 أضعاف صحيح بدون مبالغة أقول لك، رغم أنا عندي ضحى. قال لا لا هو احترافي يا أبو جاسم، هو احترافي كثير. يعني بشكل عام حتى الفكر الموجود. يعني أنا أتكلم على مستوى موسى، لا أتكلم كذلك على مستوى يزن والتطور المستوى الملحوظ، أتكلم على مستوى علي علوان كذلك بالمستوى الفني الموجود، كذلك الخط الدفاع الموجود بالنسبة لهم. يعني دائما اللاعب التونسي لاعب مميز، فهناك أجيال. خلينا نتكلم على الجيل الموجود بالنسبة للاعب الأردني واللاعب التونسي ما راح تبعيد. آسف أنا أعتذر. لا نتكلم على الجيل ما راح تبعيد حتى التونسي على الجيل اللي المنتخب العماني محمد ربيع